ما ينفعش يعدّي رمضان وما ناكلش قطايف، ويا سلام بقى لو قطايف بيتي أنتِ اللي عاملاها بإيدِك، وعايزة أقول لِك بكوبايتين دقيق أنا عملت الكمية دي كلّها، والله بجد كوبايتين دقيق عملت لي كمية محترمة، تروحي ليه تجيبي نُص كيلو وفيه وحدتين ب20 جنيه لمّا أنتِ تقدري تعملي الكمية دي كلّها بكوبايتين دقيق بس موجودة عندِك في البيت. يالّا بقى لايك وسبسكرايب ونخش على وصفتنا على طول. تعالي بقى هاتي الخلاط بتاعِك، هنحط الأول كوبايتين من المَيّة، وأهم حاجة الكوباية بتاعة المَيّة دي هي اللي تعايري بيها الدقيق، عشان الاتنين نفس الكمية، فلازم من نفس الكوباية اللي عايرتي بيها المَيّة هي الكوباية اللي تعايري بيها الدقيق. هانزل بعد كده عليها بمعلقة كبيرة هرمية من النشا، النشا هنا بتدّيني قرمشة حلوة أوي للقطايف بتاعتي. وبعد كده هانزل كمان بمعلقة كبيرة من دقيق السميد، تقدري تشيليه لو مش متاح عندِك، بس فايدته هنا إن هو بيخلّي لي القطايف من برّه مقرمشة ومن جوّه طرية، فبيدّيني ميكس حلو أوي كده. وبعد كده هانزل بمعلقتين كبار من السكر، يبقى كوبايتين مَيّة، معلقة نشا، معلقة دقيق سميد، ومعلقتين كبار من السكر، وهانزل بمعلقة صغيّرة من البيكنج باودر، وبرضه معلقة صغيّرة من الخميرة، وهي دي مقاديرنا النهارده. تخيّلي بقى بُصّي السهولة، بجد سهلة جدًا وفي الخلاط، يعني ولا هتتعبي بإيدِك ولا بقى هنعجن ولا هنعمل أي حاجة، في الخلاط هتخلّصيها على طول. بعد بقى ما حطينا كل ده هننزل بكوبايتين من الدقيق، وكوبايتين الدقيق بنفس كوبايتين المَيّة اللي إحنا متفقين عليهم، نفس الكوباية هي اللي تعايري بيها عشان الدنيا ما تبوظش مننا. بعد ما هانزّل بقى الدقيق ما تنسيش ذرة الملح طبعًا، أي حاجة بنحط فيها دقيق فما تنسيش ذرة الملح، رشّة كده من الملح. وهاخد بقى الخلاط بتاعي ده أضربه، عايزة الخليط ده يتخلط مع بعضه كويس أوي. أهم حاجة بقى وأنتِ بتضربي في الخلاط وحسيتِ إن في حاجة يعني حاجات لسه ما دابتش أو موجودة كده في جوانب الخلاط، بمعلقة كده تنزّليها عشان ما نلاقيش دقيق أو كُتل أو حاجة معانا، أنا عايزة الخليط ده ناعم على قد ما تقدري. فأنا كل كام ضربة كده بافتح أقلّب بالمعلقة، وبعد كده باقفل وأضرب تاني لحد ما حسيت إن خلاص الدقيق اختفى وكلّه امتزج مع بعضه. بعد بقى ما بتحسي إن كده تمام، تعالي بقى أوريكِ قوام العجينة المضبوط عشان ما تحسيش إن العجينة خفيفة أو تقيلة منِّك. بتاخدي بُصّي كده بالمعلقة وبتعملي خَط، بُصّي طالما الخطين دول ما قرّبوش على بعض يبقى كده تمام، لكن لو لقيتِ الخطين دول قرّبوا على بعض فالعجينة بتاعتِك كده خفيفة، ممكن تزوّدي لها معلقة أو معلقتين دقيق كده بالتدريج واحدة، واحدة. بعد كده هاصفّي بقى الخليط بتاعي ده في مصفى، عشان مش عايزة يبقى فيه أي تكتلات خالص لو في حاجة ما اتضربتش أو سُكّر أو أي حاجة، فعشان كده لازم تصفّيه كويس. بعد بقى ما صفّيت الخليط بتاعي ده هاغطّيه وهاسيبه ربع ساعة بس، مش أكتر من ربع ساعة، إحنا مش عايزين نخمّره ومش عايزين الخميرة تفور جامد فيه، مجرّد بس إن أنا باريّحه، فما تزوّديش عن ربع ساعة. بعد ربع ساعة بُصّي هتلاقي الخليط ما فرقش كتير أوي، هتدّي له بقى كده تقليبة حلوة عشان نطلّع منه أي تخمير أو حاجة فيه. وأنا حطيت في الطبق ده أو في الطبق ده عشان فيه بوز كده أقدر إن أنا أصُب منه. بعد كده بقى هاجيب صينية أي حاجة عندِك تكون ما بتلزقش فيها، تيفال بقى أي حاجة، وأهم حاجة تسخّنيها حلو أوي وبعد كده تخلّي النار متوسطة، بس لازم الصينية تسخن معاكِ. بُصّي في أول واحدتين هابدأ أطلّعهم هتحسي إن هُم ما بيطلعوش معايا بسهولة، لإن هي كانت لسه ما سخنتش أوي، فأنتِ لازم تسخّنيها حلو أوي. بُصّي بقى المسام بتاعتها والفقاقيع الصغيّرة اللي معمولة، ده دليل إن العجينة بتاعتنا ناجحة. أول ما تنزلي بالعجينة تعمل الفقاقيع دي كده، ده دليل إن العجينة ناجحة. بُصّي لونها أول ما بيتغيّر خلاص وكلّها بتصفر باطلّعها على طول. أهم حاجة بقى لمّا تيجي تطلّعيها، تطلّعيها على فوطة، يعني من تحتيها فوطة ومن فوقيها فوطة، عشان تفضل معاكِ طريّة. هاخلّص بقى الكمية كلّها بنفس الطريقة كده، هاصُب حبّة بحبّة لحد ما هاخلّصهم. أهم حاجة بس تطلّعيها آسفة يا جماعة. بس واخدة دور برد محترم. أهم حاجة تطلّعيها بين فوطتين وتبقي مغطية عليها وما تسيبيهاش كتير على النار. بُصّي هي بتبقى بيضة بتبدأ تصفر كده من الحروف لحد ما تدخل للقلب بتاعها يصفر كده خلاص بتطلّعيها على طول، ومش قادرة أوصف لِك لونها بقى عامل إزاي، تحفة. أكيد أحلى بكتير أوي وما فيهاش حاجة وأسهل من اللي إحنا بنشتريها من برّه. أول واحدتين كده هتحسّي إن هُم ما بيطلعوش معاكِ بسهولة، بس أول ما الطاسة بتاعتِك أو الصينية بتاعتِك بتسخن هتلاقيها في ثواني، في ثواني على طول بتستوي وبتطلع. هنا بقى حبيت أنجز شوية فعملت كذا واحدة مع بعض لحد بقى إيه ما هاخلّص الكمية كلّها. لو وصلتِ بقى معايا للمقطع ده ولسه ما دوستيش على اللايك، ما تنسيش اللايك والسبسكرايب للقناة، وهاستناكِ بقى ويا سلام بقى لو سِبتِ لي رأيِك في الكومنتات، فأنتِ هتبسطيني أوي. هنطلّع بقى كده القطايف على فوطين بالراحة كده هتطلع معاكِ، بُصّي اللون بتاعها تحفة،
لونها من ورا تحفه. هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها. بصي بقى انا هنا هقلب لك كذا واحده. بصي المسام بتاعتها عامله ازاي، وبصي بقى لونها، لون التسويه بتاعتها رهيب، واخده لون حلو قوي. اللون ده جميل قوي. عملنا بقى كل الاحجام، عملت صغير ووسط وكبير، كل الاحجام عملناه. بس بصراحه انا الصغير ده كنت عاملاه عشان احشيه شوكولاته، يعني هنحشيه مع بعض. بصي بقى، بصي الطراوه بتاعتها قد ايه طريه، مش قادره اوصفلك هي قد ايه بجد طريه. هحشي دول، هحشي شويه كده من الحشو التقليدي العادي بتاعنا، سوداني وزبيب وجوز هند ومكسرات، اي حاجه، الحشوه التقليديه العاديه. بصي بقى هنا بتتقفل معايا بسهوله ازاي. هبقى بحب اتاكد عليها كذا مره القطايف. بصي بتتقفل على طول بجد والله. العجينه، الناس بقى اللي بتحب العاشقين ان هم ياكلوا القطايف نيه زي كده، في ناس بتحب تاكل القطايف نيه من غير ما تتحمر تاني. فعايزه اقولك بجد جربي بقى الوصفه دي، هتعشقيها. مش هتحشي حاجه خالص، وهتاكليها كلها بالشوكولاته بقى او باللوتس براحتك. تعالي بقى هنا نشوف الكميه. انا هنا حشيت كميه لوحدها من غير زبيب وجوز هند، وكميه بزبيب وجوز هند، وشويه عملتهم شبه القرطاس كده زي ما انت شايفه. دول اللي انا هحشيهم شوكولاته، دول هحمرهم برضو وهحشيهم شوكولاته. يلا بقى نخش على قلي نسيت يا جماعه القطايف. يلا بينا نخش على قلي القطايف بقى. بصي زيت سخن قوي تنزلي بيه، واهم حاجه بقى تفضلي تقلبيها كده، ايه، اول ما تحسي ان هي اتشمعت كده تفضلي تقلبيها عشان تاخد لون حلو من كل الجهات. انا بحب اطلعها كده وهي لونها ذهبي حلو كده. عايزه بقى انتي تتكي عليها، وساعات على فكره بتك عليها قوي في التحمير عشان تطلع مقرمشه معايا. هنا بقى اول ما بتطلع بنزلها على طول على شربات تقيل. شربات تقيل ساقع، لازم يبقى الشربات تقيل وساقع. تطلعيها من الزيت على طول على الشربات. هنزل بقى بقيه القليه التانية، وتعالي نرص القطايف بتاعتنا ونحشي كمان اللي بالشوكولاته ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا الجمال، لونها تحفه، لونها بجد مفيش احلى ولا اروع من كده. انا حطيت بس الطبق ده في الاول عشان الطبق ده بتاع التقديم اللي احنا هناكله. وتعالي بقى نشوف الشوكولاته. انا لما باجي احشي شوكولاته هجيب معلقه كده حلوه مليانه، اي نوع شوكولاته عندك، اللي هي بتاعه الفرد سبريد، وبنزل عليها بمعلقه صغيره كده من الزيت، وبقلبها مع الزيت حلو قوي عشان تبقى سهله بالنسبه لي ان انا احشي بيها. لكن لو اخدتيها من العلبه على طول بتبقى تقيله قوي، هتتعبك ان انتي تحشي بيها. لكن انزلي عليها بمعلقه صغيره كده من الزيت وافضلي قلبيها، هتحسيها ان هي بقت كريمي كده معاكي، وسهله بقى ان انتي تحشي بيها بالطريقه دي. عايزه تحطيها في كيس اللي هي كيس الحلواني ده وتحشي بيه، مفيش مشكله. انا بصراحه حشيت بالمعلقه كده وانا واقفه على طول، لان هم كلهم كانوا كام واحده مش كتير، ف يعني حشيت بالمعلقه كده على طول. طبعا انتي لو هتحشي بقى كميه كبيره هتزودي كميه الشوكولاته دي. بصي بتبوظ شوكولاته. هحشي بقى الكميه اللي معايا دي كلها بنفس الطريقه كده. في ناس بقى بتحبها نيه، وانا من ضمنهم. نيه بعملها قرطاس كده وبحشيها وهي نيه وبقدمها كده. بس طبعا يعني مش كل الناس بتحب الطريقه دي، فانتي براحتك بقى، معاكي كل الحاجات الطرق، وانتي الطريقه اللي بتحبيها اشتغلي بيها. طبعا تقدري تحشي لوتس، مربى حليب، فستق، براحتك. وتقدري تستكفي بس بالمكسرات عادي. ما فيش والله، مهما غيرنا هنرجع تاني للحاجة الأصلية اللي احنا بنعملها اللي بالمكسرات. هخلص بقى الكمية كلها كده، وتعالي بقى نشوف هنزوقهم ازاي ونرصهم ازاي، عشان لو انت عندك عزومة او عندك ضيوف ممكن تاخدي فكرة. لو يعني في تقديم القطايف بدل ما تطلعيها بالشكل التقليدي كده. بس كده. تعالي بصي بقى، هنا رصيت اللي بالشوكولاته هم في طبق صغير لوحدهم، وخليت اللي بالمكسرات في طبق لوحده. اللي بالمكسرات هديله بقى رشه كده من جوز الهند تنطق اللون شويه، يعني منظر حلو. وهاجي على اللي بالشوكولاته اللي احنا مجهزينها دي هديها بقى ايه، سوداني. عندي سوداني صغير خالص، او لو عندك السوداني السليم اديله كام كسره كده، ما تفرفتهوش قوي، كام كسره كده، وزوقي بيه الشوكولاته. عايزه تحطي على الشوكولاته برده بندق، تكسري بندق، مفيش مشكله. بس انا بصراحه استسهلت ان السوداني ده كان موجود عندي وجاهز، فقمت ايه، مزوقه بالسوداني. وكده القطايف بتاعتنا وصفتنا خلصت. عملنا القطايف في البيت وحشيناها وحمرناها وعملناها كمان بالشوكولاته. اتمنى ان وصفه النهارده تكون عجبتكم. ولو الوصفه عجبتكم بقى ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه.